السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم أكلتنا كتير كتير طيبة، وهي من الأكلات الشامية، وهي كوسة بلبن. طريقتها كتير كتير سهلة وكتير بسيطة. شوفوها من جوا، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ وهلأ بتشوفوا كيف طريقتها، ولا أحلى وأسهل من هيك. هلا بدنا نجيب الكوساية تكون حجمها صغير، الأفضل يكون صغير. بنقيم الأنزوعة تبعها مثل ما شايفين، وبنقيم الأنزوعة التحتانية على مهلنا، شايفين؟ على قد الأنزوعة، ما بدنا ناكل منها زيادة. بنقيمهم كلهم بعدين بنحفرهم، يعني مو وحدة وحدة، لا، لنخلصهم كلهم بعدين بنحفرهم. عرفتوا كيف؟ شايفين؟ شوي شوي هي بنقيمها. هلا مشان نحفرهم، طبعا هدول كوسايات صغار، ما بنجيب بحفارة تخينة مثل هي، شايفين قد هي مثلا الكوسايات الأكبر لازم يكون عنا كذا قياس. هلا هدول القياسين ممكن هي أو هاد. هلا هي مناسبة، ناخد مثل ما شايفين القياس، بس طبعا بدنا نترك تقريبا شي نص سنتي من آخر شي مشان ما نسقبها. نفوت المحفرة شوي شوي مع الدوران، شايفين؟ منلفها هيك شوي شوي وعم نفوتها شوي شوي، عم نفوتها هيك لحتى نوصل لعند المقاس اللي احنا اخدينه، شايفين؟ عند الابهام هون، تمام. هيك وصلنا عند المقاس. بدنا نطلع هلا اول شي اللبة هيك، بعدين بنبلش نحفر. وانتو قربوا هيك الصحن تبع اللب احسن، هيك خلوه جنبكم وبنحفر بسم الله. انتو هلا اذا اول مرة بتحفروا شوي شوي على مهلكم، شايفين؟ بهي الطريقة شوي شوي، ما في داعي للعجلة. شايفين الحركة الدورانية بين الإيد اللي ماسكة المحفارة والإيد التانية؟ طبعا هون أنا عم بحفر على مهلي مشان تشوفوا الطريقة. شايفين؟ شوي شوي، ما في داعي للعجلة. طبعا بدكم تحفروها من جوا ومن برا وعند التم، كله بنفس السماكة، ما يكون من جوا. هلا أنا أول ما تعلمت حفر كانت تطلع من جوا تمام، بعدين النص الثاني هذا يعني اللي من عند التم والنص لجوا يطلع سميك. فهذا الشي لازم تنتبهوا له، انه من جوا ومن برا تكون نفس السماكة. انتو بعدين بتصير تحسوا فيها بايدكم، يعني الايد اللي ماسكة الكوساية بتصيروا بتحسوا بالمحفرة وهي عم تحفر من جوا، وبتعرفوا انه هون صارت مثلا والله يعني سميكة لساتها، هون لا تمام، هون كذا. عرفتوا كيف؟ هلا هون انا من جوا لقيتها شوي سميكة، شايفين؟ من عند اصبعتي السبابة، فعم بحاول انه اكل منها يعني شوي من جوا. هلا هيك تقريبا يمكن صارت جاهزة ومحفورة تمام. طبعا الكوسة المحشي بده ينحفر أرق من هيك. الكوسة بلبن بده ينحفر يكون أسمك من الكوسة المحشي، لأنه بده ينقلى وبده ينطبخ. عرفتوا كيف؟ هلا شايفين هيك الأمور تمام. طبعا اللب ما بنكبه، أنا عامل من قبل طريقة شلون بنطبخه وبنعمله أكلة كتير طيبة، بحط لكم إياها إن شاء الله بوصف الفيديو. شايفين؟ هلا نفس الطريقة، ناخد القياس ونقيم أول شي اللبة هي الأولانية، وبنحفر من الباقي نفس الشي. هلا إذا عم تتعذبوا إنه كمان إنه ترققوا من عند التم أو من النص، ففي طريقة إنه شو نعمل مثلا. نقدم ايدنا ونمسك المحفارة انه كأنه المحفارة صارت اقصر، فهيك بنقدر ناكل من النص. شايفين؟ هلا هيك كيف مسكتها صارت هلا تاكل مو من جوا، من النص هيك. شايفين؟ من عند التم تقريبا بنحفرها. شايفين كيف انحفرت تمام؟ يعني هيك اذا واحد مثلا مبتدئ هيك اسهل له. طبعا شايفين القياس؟ شايفين كيف من وين لوين؟
وإذا بيكون القياس تمام مثل ما شايفين، يعني الكوساية انحفرت مزبوط وما في قرن سميكة إذا الله راد. وخصوصا راس الكوساية في كتير منهم بتلاقي بيحفروه وبيضل سميك. وهلا عنا بدنا نعمل المكسرات اللي بدنا نحطها على الوش، وبدنا نعمل الحشوة. هلا كله بنفس المقلاية مثل ما شايفين هون. هلا بنحط السمنة وبس لتدوب بنحط المكسرات. المكسرات اختيارية، يعني ممكن تحطوا ممكن لا. ممكن تحطوا لوز، كاجو، فستق عبيد، صنوبر. هلا هي اساسا بالصنوبر، ينحط على وش صنوبر وينحط مع الحشوة صنوبر. بس يعني مثل ما بتعرفوا العين بصيرة والايد قصيرة. المهم هلا بعد ما قمنا المكسرات بنفس المقلاية وبنفس السمنة، حطينا هلا هون اللحمة هلا ممكن تكون ناعمة على المفرومة، على مفرومة اللحمة يعني ناعمة، وممكن تكون خشنة. أنا بحبها خشنة صراحة. هلا بنحطها وبنتركها بس لحتى تاخد وش من تحت، بنبلش نقلبها. هذا الشي مشان ما تنزل العصارة اللي فيها. شايفين هلا هيك قلبناها وبس لتستوي، يعني قبل ما تستوي ما بنحط لها الملح والفلفل. بس لتستوي حطينا على معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل. طبعا لكيلو تقريبا كيلو ونص اللي جايبون كوسة، هدول نص كيلو لحمة. حطينا لهم بس معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل، ما بدي أكتر من هيك. بس هيك بتكون خالصة الحشوة. ممكن نحط لها صنوبر أو مكسرات. هو الصنوبر اللي بنحط مثل ما قلت لكم. هلا هون بعد ما بردت الحشوة بنحشيها. بنحشي الكوساية، يعني الكوساية بدها تنحشى تقريبا 3/4 تلتين 3/4، مشان ما بتنحشى كاملة، مشان يفوت اللبن لجوا بتطلع أطيب. طبعا بعد ما حشيتها بسكرها بشوي من اللب تبع الكوسة، لو هلا بدنا نقليها وبدنا نطبخها مشان ما تطلع الحشوة. شايفين بهي الطريقة هي. هلا في منهم بيحطوا مع الحشوة بصلة، بس أنا ما بفضل، يعني هي أصولها لحمة على حلة. في منهم بيحطوا بصلة كيفهم. عرفتوا كيف؟ هلا في أكلات تانية بيقولوا له عنها كوسة بلبن، بس هي الطريقة هي الكوسة بلبن الشامية. كوسة بلبن الشامية ما بيحط لها لا كزبرة ولا بقدونس ولا توم. عرفتوا كيف؟ هديك أكلات تانية. ممكن الكوسة بلبن اللبنانية. هلا بعد ما حشينا الكوسة بدنا نقليهم. هلا الأصول هي إنه تنقلب بزيت غزير، بزيت نباتي غزير. بس يعني لحالي مشان إنه أفيد وكذا إنه بالسمنة نقليهم هيك. هذا بالشي بيرجع لإلكم انتو كيفكم. بتحبوا هيك بالسمنة، بتحبوا هيك بالزيت، بتحبوه بزيت غزير. بس هي اصولها، هو صراحة اصولها بالزيت الغزير. زيت غزير مثل تقلاية البطاطا، يعني شلون تقلوا البطاطا المقلية هيك. بس انا هون حبيت انه قليها بالسمنة لحالي انه افيد واطيب يعني. وهذا الشيء مثل ما قلت بيرجع لكم انتو كيفكم. هلا هي طبعا بالزيت الغزير بتتحمر كلها من كل الجوانب بنفس الدرجة ونفس الاستواء. هون يعني شوي لبكة، يعني بدكم تقلبون وتظبطون وكذا وهيك يعني. وهلا هون بعد ما قليناهم حطيناهم بطنجرة وحطينا فوق المي مغلية تقريبا لفوق الغمر بشوي، وبنشغل تحتهم وبنطبخهم لحتى يستووا. كل كوسة، يعني كل نوع كوسة بيتحمل غير عن النوع التاني، حسب قساوته، حسب طراوته، حسب يعني إن كان بلدي إن كان بلاستيكي. هذا الشي بيرجع إنه لحسب نوع الكوسة. فبدنا نطبخهم لحتى يستووا. هلا هون بعد ما استووا بدنا نقيمهم وحدة وحدة ونصفيهم من المي، ما يكون بقلبهم في مي، مشان يقدر اللبن يفوت لقلبهم. شايفين بهي الطريقة. هلا بنجي لطبخ اللبن. حطينا كيليين لبن زبادي يعني، ومعاهم 6 معالق نشا مدوبين بالمي، وبيضة واحدة. بنحركهم كلهم نخفقهم مثل هيك مثل ما شايفين على البارد. بعدين بنشغل تحتهم النار وبنضل عم نحركهم هيك ليغلوا. ما بنوقف تحريك نهائيا، لأنه إذا وقفنا احتمال النشا يخرز ويعمل مثل كباتيل وينتزع. وهلأ بعد الغليان شوفوا كيف صار القوام تقيل وش كيف عم يغلي.
هلا هون فينا نحط المرقة، اما قبل هالشي ما فينا نحط المرقة نهائيا لانه بيفرط اللبن. هلا عيار المرقة تقريبا لتر واحد او كيلو، يعني لكل كيليين لبن فينا نحط كيلو يعني مرقة. مرقة هي اللي طبخنا فيها طبعا يعني هي المي اللي طبخنا فيها الكوسة بعد ما قلينا. وهلا بدنا نحركهم لحتى يمتزج القوام مزبوط يعني بين المرقة وبين اللبن، وبنخليهم يغلوا شوي وبس لحتى امتزج مزبوط. هلا بدنا نسقط الكوسة، طبعا ما بنخليه هيك يعني ظاهر الكوسة، بدنا نسقطهم لجوا مشان يفوت اللبن بقلبهم، وبنتركهم يغلوا كم غلوة وبعدين بنطفي النار وبنقدمهم. طبعا التقديم حيكون قدام الرز بشعيرية. شايفين كيف هلا غمرناهم، خليهم ينغمروا كلهم. وهيك صارت اكلتنا جاهزة، ان شاء الله تكون عجبتكم. عن جد كتير كتير طيبة وطعمتها خيال. جربوها، كتير كتير ظريفة، بسم الله ما شاء الله. شوفوا هلا شلون من جوا، وشوفوا سماكة الكوساية والحشوة قديش كتيرة. يعني انا صح قلت لكم تقريبا تلتين او ثلاث ارباع، بس بسم الله ما شاء الله بتضل مليانة حشوة، والكوساية رقيقة ولا اطيب من هيك. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموني. كان معكم الشيف باسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.